اتحاد الكرة المصري بيمد فترة توثيق الأوضاع والتراخيص الخاصة للأندية المصرية ل 30/6 بدلا من 31/5. يا ترى مين المستفيد من هذا التأجيل لتوثيق الأوضاع وحل المخالفات؟ كلام في الكرة وحلقة جديدة، لايك وشير. أهلا بيكم. كان الأبيض بيمني نفسه للفوز بالكونفدرالية والحصول على 4 مليون دولار عشان يدفع غرامات إيقاف القيد ال 17 ويحل أزمة رخصة الموسم القادم للمشاركة ببطولات الكاف، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خسر الزمالك البطولة والدولارات المليونية الأربعة. ملناش دعوة، ملناش دعوة. كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق أنه هيقفل باب الحصول على الرخصة الخاصة بالموسم الجديد في 31 مايو الجاري، وبخسارة الزمالك أصبح الأبيض في حسبيس. هيعمل إيه؟ هيحل إزاي؟ هيجيب الفلوس منين بعد ما رفض ممدوح عباس انه يشارك في حل هذه الازمه او انه يدفع اي دولار تاني في القصه دي؟ وعشان ابو ريده ما يبقاش محسوب زملكاوي بالاونطه، قرر مد فتره الحصول على الرخصه 30 يوم اضافيه. ملناش دعوه، ملناش دعوه يا حضرات. ده هاني ابو ريده اللي كان ورا جواب نهائي ابطال الدوري اللي استخبى في الدرج كرها في الاهلي. ده ابو ريده اللي تآمر على الاهلي الموسم اللي فات في قصه الحكام الاجانب في ماتش القمه وما رضيش يرد على مكالمات الكابتن الخطيب. ده ابو ريده اللي ورا واقعه الفاسد محمود وفا وكارثه ضربه الجزاء الملغاه للاهلي في مباراه سيراميكا. احب اسمع رايكم في الكومنتات. حياتي كلام في الكوره، لايك وشير، استنوني هاجي لكم.